السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل عام وانتم طيبين، رمضان كريم على كل العالم أجمع يا رب، وعيد ربيع سعيد على كل الناس. سؤال كده سريعا عشان الفيديو مبقاش طويل. أنا عايز أتعلم زرع. ناس كتير قوي ابتدوا يشوفوا ناس زرع عندها في البلكونات، صفحات الزرع بقت كتير، ناس كتير قوي بقت كريس عايزة يتعلموا زرع. يعني ايه اتعلم زرع؟ او يعني ايه عايز اتعلم زرع؟ الفكرة هنا مش اني اجيب شوية نباتات واحطهم في البلكونة وخلاص. الموضوع مش كده. انا الاول هشوف مكاني، يبقى رقم واحد فعايز اتعلم زرع. هشوف مكاني، هعرف الشمس عندي كام ساعة في اليوم، هل في شمس او لا، وابتدي انزل اي مشتل او حتى لو عربية زرع معدية واسأله ايه الحاجات الشمس اللي عندك، شمس 3 ساعات، شمس 4 ساعات. طيب انا جبت كام زرعة وانا لسه مبتدئ، سألته وجبت حاجات مناسبة لمكاني، هبتدي اعمل بحث عن النباتات دي. وانا عايز اتعلم زرع مش هتعلم لوحدي، مش هتعلم بشوية مية احطهم النباتات وخلاص، لا، هتعلم باني اعمل بحث عن كل نوع. وليكن انا جبت عطر مثلا، طيب هل العطر لو انا جايبها صغيرة هتفضل صغيرة، هتفضل في نفس القصيص، هتتنقل في قصيص اكبر او لا، محتاجة شمس قد ايه، محتاجة اضاءة قد ايه. جبت نبات تاني، اي نبات، المهم لما اتعلم زرع انا هتعلم عن النبات كمان، هتعلم هو احتياجاته ايه. هل احتياجاته ميه بس؟ هل احتياجاته ان هو ياخد شويه ميه وشويه شمس وخلاص؟ لا، احتياجاته اكل وشرب، وساعات حمى كمان زي ما احنا بنستحمى كده. الحدوته بالنسبه للنباتات اللي هو رش المبيد. رش المبيد ده علشان ان انا اكافح اي حشره انها ممكن تقضي على النبات، اللي هي المفترسات الطبيعيه للنباتات. فعايز اتعلم زرع، اجيب المناسب لمكاني رقم واحد، اعمل سيرش وبحث عنه عشان اعرف هراعيه ازاي واهتم بيه ازاي، اسال، ادور، مش ان انا اجيب شويه زرع وخلاص واحطهم جنبي وبعد مده يتكلوا على الله. يبقى اشتري المناسب لمكاني واتعلم ازاي اراعيه واهتم بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.